خلينا نقسم بسرعه كده الماتش الى جزئين. الجزء الاول هو يختص بالشوط الاولاني. الشوط الاولاني تمركز لادوار لعيبه الاهلي بشكل مفهوم وشكل واضح، كره سلسه وسريعه وكره مفهومه بتتنقل ما بين الاطراف والوسط وما بين خطوط الدفاع وخطوط الوسط والامام بشكل سلس وبشكل سريع. بيبين قد ايه فكر المدرب اذا كان هو واضح او معقد. يعني فكر كلير جدا، فكر بسيط جدا، بيبين قد ايه انه الاستلام من رجل لرجل بسرعه تلقائيه ده افضل شيء لوصول المرمى. اي نعم الماتش كان سهل، اي نعم احنا بنقابل يعني بطل بروندي، فرقه يعني على قدها، ولكن ايا كان سواء الماتش سهل او صعب، ولكن بيبان قدام دوت افكار المدرب وتكتيكات المدرب وازاي هو عايز يوصل بالكوره لحد الجون. وصل كم مره، وصل اكتر من مره عن طريق الاجناب والاطراف وعن طريق الوسط، ولحد ما وصل عن طريق جنب محمد هاني ودخل جون حتى لو كان جون عكسي. ولكن افكار واضحه وصريحه بالنسبه لكره القدم، افكار بدون تعجرف وبدون يعني تعمق كتير جدا في التفاصيل. سلم من رجل لرجل، وصل للجون بكل سهوله وبسرعه. ده كده الشوط الاول بيبين لك، او كان عايز يسره بيبين او يوضح هو بيفكر ازاي. بيفكر بشكل مستقيم. الراجل مفيش اقرب من الوصول لنقطتين غير انه تربط ما بينهم بخط مستقيم، وده اللي عمله بمنتهى البساطه وبمنتهى التواضع والفكره الواضحه والصريحه. ده بالنسبه للشوط الاول. اما بالنسبه للشوط الثاني فبدانا نشوف قد ايه الراجل دوت بيفكر بشكل اقتصادي عن طريق الشغل البدني. انا مش عايز لعيبتي تجري كتير، انا مش عايز ضغط كتير، مش عايز تنقلات بالكره كتير. نعم سيطره الكره تحت رجلين اللعيبه لسه حافظه اماكنها ومراكزها، ولكن بدون جري كتير وبدون اجهاد كتير. شايف ان الماتش سهل في الشوط الاول، وان هو تقريبا يعني من الشوط الاول خد الماتش خلاص، فبدا ان هو يتاقلم مع مجريات الماتش ويهدي رتم اللعب